حين تشتم لندن رائحة التوتر في أروقة مدريد لا تتردد في قيادة أجرئ مغامراتها الكروية، فهل يصبح فينيسيوس جونيور العقل المدبر لثورة أرسنال الجديدة؟ أم أن لجوزيه مورينيو رأياً آخر في صفقة الصيف التي تحبس أنفاس أوروبا بالكامل؟ فبعد موسم صاحب بخرش الخلافة والغموض في معقل سانتياغو برنابيو، ومع عقد ينتهي قريباً دون تجديد رسمي، وضع نادي أرسنال الإنجليزي النجم البرازيلي كهدفه الأول بلا منازع في الميركاتو. لندن ترى في صاحب 26 عاما القطعة المفقودة لرفع كأس دوري أبطال أوروبا أخيرا، وتستعد بكل قوتها لاستغلال وصول الجناح الفرنسي كيليان مبابي إلى مدريد للانقضاض على سحر السامبا وضمه لصفوف المدفعجية. ولكن من قال إن اقتحام قلعة الريال أمر ميسور، فقبل أن تكتمل خطة أرسنال اللندنية خرج السبيشال وان جوزيه مورينيو برد صارم وقاطع، حيث رفض الثعلب البرتغالي الفكرة من جذورها، واضعا فينيسيوس في قلب مشروعه التكتيكي الجديد للسيطرة على القارة العجوز في الموسم الجديد. فبين إغراء المنصة اللندنية وإصرار مورينيو الحديدي، يقف فينيسيوس عند مفترق الطرق الأهم في مسيرته الكروية. فهل ينصاع لنداء العاصمة الإنجليزية، أم أن كبرياء مدريد سيبقيه في قلعتها إلى الأبد؟ وأنتم يا جمهور الحدث نيوز شاركونا آراءكم الساخنة في التعليقات. هل تؤيدون انتقال فينيسيوس إلى أرسنال، أم أن بقاءه في ريال مدريد هو الأفضل لمسيرته؟ شاركونا الآن.